السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجه كل شركات البي تو بي بتفكر فيها، ولكن هناخدها بطرق بسيطه وسريعه. ازاي اضاعف مبيعاتي في 2026 عن 2025؟ اضاعف مبيعاتي يعني اعمل 100% جروث. عشان تقدر تعمل تطور رهيب بالحجم ده محتاج تعمل تغير كبير جدا. لكن خليني افاجئك ان التغير الكبير جدا ده ما بيجيش بيه تغيرات جذريه انك تغير كل حاجه خالص، ولكن بيجي بتغيرات بسيطه كتير متراكمه فوق بعض فتديك النتيجه المضاعفه. وده معناه ايه؟ معناه ان انت لو كل شهر قادر تعمل تحسين 10% عن نتائج الشهر اللي بعديه، انت بعد سنه لو مقارنه 26 ب 25 هتكون حققت اكتر من الضعف في تطوير حجم المبيعات اللي بتحققها. طيب، بعيدا عن الفزلكه وفكره الانكريمنتال انكريز والزياده البسيطه المتراكمه، ايه الحاجات اللي نحاول نركز عليها؟ بما انك موجود في البي تو بي، فبجانب اعتمادك الاساسي على السيلز تيم اللي انا متاكد ان هو ده الحل الاساسي اللي بتعتمد عليه دايما، انك تعين سيلز تيم وينزلوا يعملوا نوكينج دور او على علاقاتهم، خليني اقول لك على حاجه تجرب تعملها. اول حاجه، جزء من السيلز تيم هتلاقيه بيبعت رسائل على لينكد ان ويوصل للديسيجن ميكرز. مشكلتها ان هي بتحتاج تتواصل مع عدد كبير عشان جزء منهم يرد، فالموضوع بياخد ايفورت والاكيورسي بتاعت التحكم فيه مش كبير. عشان كده حاول تفكر في احد الادوات اللي بتأتمت العمليه بالكامل، وبالتالي بتديك سكيلابيلتي كبيره وبتديك مردود رائع كتكلفه استثمار فيها. احد الادوات دي اي بي ام فاي اللي احنا بنوفرها هتساعدك في ده جدا. تاني حاجه هي فكره الواتساب. الواتساب فيه كولد ايميلنج لو اتعمل صح واتبنى بشكل كولد مسجنج، اسف، لو اتعمل صح واتبنى بشكل صحيح. والاهم ان يكون الداتا اللي انت بتبعتها مظبوطه، وبالتالي ما تروحش تشتري داتا او تاخدها من اي مكان موجود على النت. لا، بقى في حاجه اسمها داتا سورسنج بلاتفورمز زي ابولو، زي كونتاكت اوت، زي روكيت ريتش، زي موصول، زي كل المنصات دي بتقدر تديك كرايتيريا المثاليه للعميل المستهدف بتاعك من قطاع، من مدينه، من وظيفه، عشان يجيبوا لك بيانات العملاء دول، وتبدا تبني سلسله تواصل سواء على لينكد ان او على الواتساب ذكيه، بيرسوناليزد. وكمان بسبب دخول الاي اي وشات جي بي تي تقدر بشكل ما تذاكر ازاي تخليها هايبر بيرسوناليزد، ان الرساله تروح لكل عميل لوحده، يحس ان هي جايه لي انا، خاصه بشركتي انا، مش رساله عامه سبام تسويقيه. وبالتالي هتلاقي اللي بيحصل ان انت باقل مجهود ممكن وبتكلفه متوسطه قادر تزود حجم الاجتماعات بتاعه فريق المبيعات بتاعك، وبالتالي نفس الفريق هيقدر يحضر اجتماعات اكتر، وبالتالي يقدر يحقق مبيعات اعلى بكتير جدا. ودي من التركات اللي بنشتغل عليها في البي تو بي، الا وهي الاوتريتش. ركز في 2026 ان انت تكبر سيلز بايب لاين عن طريق الاوتريتش، وانك كل شهر تزيد بس 10 20% عشان توصل فعلا لنهايه السنه انك ضاعفت مبيعاتك. السلام عليكم.